مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم الى النشره الجويه، نستهلها بنشره خاصه للمديريه العامه للارصاد الجويه من المستوى البرتقالي، والتي تتوقع تساقط ثلوج بالمرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر، وذلك طيله يوم الجمعه بسمك سيتراوح ما بين 20 و40 سنتيمتر بإفران، بني ملال، أزيل، الخنفره، الحوز، ورزازات، بولمان وكذلك ميدلت، وبسمك سيتراوح ما بين 10 و15 سنتيمتر بترودان، شيشه، وتازا، قرسيف، صفرو، الحسيمة، وبتنغير. هذا وتتوقع ذات المديرية نزول أمطار قوية ورعدية ابتداء من 6 من مساء الخميس وإلى غاية 6 من صباح يوم الجمعة، بمقاييس تتراوح ما بين 30 و40 ملم بكل من مكناس، الخميسات، خريب، قسطات، وكذلك بن سليمان. وبتحليلنا لصورة السطح نلاحظ سحب كثيفة بالأطلس بالجنوب الشرقي وكذلك بجنوب المنطقة الشرقية. غدا بحول الله سيكون الطقس بارد بالأطلس بمنطقة الشرق، بالجنوب الشرقي، وبالهضاب العليا الشرقية، وبشمال المملكة. يتوقع انتشار سحب منخفضة مع ضباب بالسهول بمنطقة السيس وكذلك بولماس، كما ستكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية ولله الحمد بالأطلس وبمناطقه المجاورة وكذلك بمنطقة الشرق، كما ستشهد منطقة الأطلس المتوسط تساقط ثلوج. درجات الحرارة خلال الليل ستصل إلى درجة 1 تحت الصفر ببولمان، 3 درجات بإفران، 9 درجات بتازا، بفاس، وكذلك مكناس، بخنفرة، وبخريبكا، وستسجل كذلك بمدينة العرائش، و12 درجة بمدينة الرباط. بالرباط ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 17 درجة وستسجل بالدار البيضاء وكذلك بالجديدة، 18 درجة بسطات وبمدينة طنجة، 19 درجة ستسجل بمدينة بوعرفة، 22 درجة بفيكيك، و20 درجة بمدينة الناظور. بوسط المملكة يتوقع انتشار سحب منخفضة مع انتشار الضباب بالسهول، فيما ستكون الأجواء غير مستقرة بالمناطق الوسطى عموما وكذلك بالأطلس وبمناطقه المجاورة مع نزول أمطار أو زخات رعدية ولله الحمد، كما ستشهد منطقة الأطلس الكبير تساقط ثلوج مع هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل. درجات الحرارة ستصل بمدينة الراشدية إلى 7 درجات وستسجل كذلك بورزازات، 8 درجات بأرفوت، 9 درجات بزاكورة، 12 درجة بططة، 15 درجة بترودانت، و14 درجة ستسجل بأكادير وبمدينة قلمين. ودرجات حرارة النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 24 درجة بمدينة بن ملال، 22 درجة بمراكش، وستسجل كذلك بأكادير، 20 درجة بسيدي إفني، 18 درجة بالصويرة، و17 درجة بأسفي. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع انتشار كتل ضبابية بالقرب من السواحل، كما ستكون الأجواء غير مستقرة وذلك بالشمال الغربي مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية. درجات الحرارة بالزاك خلال الليل ستسجل 16 درجة وستسجل كذلك بطرفايا وبمدينة العيون، و15 درجة ببوجدور. درجات الحرارة القصوى ستعادل 24 درجة بطنطان وكذلك بسمارة، 23 درجة ببكرة، 21 درجة بقلة الزمور، و26 درجة بالزاق، 22 درجة بالعيون وبمدينة بوجدور. بأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع دائما أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى الصفية. كما نلاحظ درجات الحرارة خلال الليل ببئر أنزران ستصل إلى 13 درجة وستسجل كذلك بأوسرد، 15 درجة بمدينة الدخلة، و14 درجة بالهويرة. ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 25 درجة ببئر أنزران، 24 درجة بأوسرد، 21 درجة بالدخلة، و24 درجة ستسجل كذلك بمدينة الهويرة. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية وبسواحل البوغاز سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، وعلى طول السواحل الأطلسية سيكون قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيصل إلى 2.5 متر. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام 5 صباحا و20 دقيقة، وفي تمام 5 مساء و42 دقيقة. الجزر في تمام 11 صباحا و34 دقيقة، وفي تمام 11 ليلا و46 دقيقة. شروق الشمس بالرباط في تمام 8:03 دقائق، وغروبها سيكون على الساعة 7:17 دقيقة.
بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يوم الجمعة ستكون الأجواء غير مستقرة ولله الحمد، مع نزول أمطار محلية بالمناطق الشمالية وكذلك الوسطى وبشمال منطقة الشرق وبالمرتفعات، كما ستهم أمطار متفرقة جنوب المنطقة الشرقية وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية، كما ستشهد مرتفعات الأطلس وكذلك الريف تساقط الثلوج، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الانخفاض خلال النهار. وأيام السبت الأحد وكذلك الاثنين ستكون دائما الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار الخير بالمناطق الشمالية والوسطى وكذلك الشرقية بالمرتفعات، كما ستشهد مرتفعات الأطلس ومرتفعات الريف وكذلك منطقة الشرق تساقط الثلوج. يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس متقلب بالمناطق الشمالية، وستكون السماء قليلة السحب إلى الصافية بباقي المناطق الأخرى. أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، لكم مني ومن طاقم النشرة أجمل التحايا، إلى اللقاء.